رزان بدنا لك اهلا وسهلا فيك بفوشة، خبرينا الجديد اللي عم بتحضري له عربيا، شو عم تحضري؟ عم حضر فيلم بمصر مع محمد رمضان. كيف رح نشوفك؟ صراحة حابة اتركها سوربريز، بس أول مرة حاطلع بهالطريقة. رح تحكي اللهجة اللبنانية وامتى رح يبلش التصوير؟ التصوير حيبلش الأسبوع الجاي، أول ما خلص التصوير بلندن حروح دغري على مصر ونبلش التصوير إن شاء الله. تحكي لبناني او مصري؟ يعني فيلم مصري. قصة الحب رح تعيشوها سوا؟ ما بنعرف إذا في قصة حب. بتقعدي جمهورك؟ إنه حيحبوا كتير الفيلم إن شاء الله، لأنه فكرة ما انشافت قبل وأول مرة بلعب دور بهالطريقة. قد ايه محملك مسؤولية عم توقفي قدام محمد رمضان بعض الأحيان عم بيتعرض للانتقاد أو يمكن ردة فعله العفوية عم بتحطه بمكان مختلف؟ صراحة أنا ما بقدر أحكم على حدا حسب شو بيصير بالميديا، لأنه الميديا عندها طريقة أوقات تقلب الأشياء وما بنعرف بالحقيقة شو بيصير، فأنا في بس أحكم على شخص حسب كيف هو معي بالحياة، وهو بعقد وموهوب وكتير آدمي وكتير مرتب، وبالعكس كتير مبسوطة عم نشتغل مع بعض. رزان قد ايه مبسوطة اليوم عم نشوف الأخبار اللي عم تتداول عنك، عم بيقولوا وصلت للعالمية. صراحة أنا هلأ كنت عم صور بلندن مسلسل ذا ساند مان لنتفليكس، هلأ صار في إعلان وأحكي عنه، كتير مبسوطة لأنه أنا كنت عارفة هيدا الشيء بس أنتم ما كنتوا عارفين، فمبسوطة إنه هلأ صار في أحكي بهالموضوع. قد ايه حلو كمان إنه حضرتك الوجه الإعلان لأهم الماركات كمان العالمية. كتير حلو، يعني هيدا حلم لإلي إني أقدر مثل بنفس الوقت ويكون عندي محبة للفاشن وللهاي فاشن كمان، وأكون أقدر مثل كارتيه وديور.